النهارده قعدنا مع مكنه جاك 3 في 1 W4 موتور داخلي ومع امكانيات المكنه. ودلوقتي نبدا بشرح الشاشه والزرار اللي في الشاشه. اول حاجه ده بنعلي منه السرعه زي كده، والناقص بنقلل منه السرعه ماشي. والزرار ده للاضاءه، بنقدر نعلي او نقفل مستوى الاضاءه، نعلي او نوطي مستوى الاضاءه. والتكه الثالثه بنطفي مستوى الاضاءه خالص. تاني حاجه اللضمه، هنجيب بدايه اللضمه ان احنا نلضم الابر. هنجيب كده، ده اول حاجه في اللضمه. تاني حاجه كده، وهنعدي دي بين الطبقين بتوع العيار، ودي مهمه جدا. نتاكد ان هما دخلوا جوه في النص، ويبقى فيه شد كده للخيط. تاني حاجه بناخد المزيته كده، اول فتحه في المزيته، تاني فتحه، بنفس الترتيب كده، ونعدي في دي واحده من بره واحده من جواها، وننزل كده. ومن هنا هنلضم على الابره على طول. نرفع الابره فوق. الابرتين التانيين بنفس الترتيب، نفس الترتيب، دي التانية دي التالتة كده، نفس الترتيب ده كده. ناخد العيار التاني التالت، ودي لضمة الابرة. نخش على لضمة الكروشيه. الكروشيه ده اخر واحد اللي هو المفروض تحت. ونتأكد برضو ان الفتلة جوه العيار بين الطبقين. نتأكد، نفتحهم كده، نتأكد ان هي جوه بالشكل ده. هنا الجزئية دي نرجع نلضم العيار بتاع المروحة. في هنا فتحتين اهم، دول مهمين جدا. ودي المفروض بعد ما نخلص بنقفلها كده، يعني احنا بنفتحها نلضم وبعد كده نبقى نقفلها كده تاني، بس بعد ما نخلص. واخر حاجة الكرشيه نفسه بنرجعه ورا كده عشان نعرف نلضمه. الكرشيه فيه فتحتين بس كده. احنا خلصنا الكرشيه، بنقفل ده مهم جدا ان احنا نقفله. خلاص كده الكرشيه، ونقفل الباب. اللي عايز يلضم رش، اللي هو بيشتغل رش وعايز يلضم الرش، ده فتلته هنلضمه بالشكل ده كده. اهم حاجه في لضمه الرش الجزئيه دي، الجزئيه دي بندخل الخيط هنا في اول واحده، وبعد كده بينزل في الجزء المتحرك ده، وبعد كده يطلع يخش في دي تاني بالشكل ده كده. ناخد الخيط لتحت وننضم مجموعة الرش. الجزء اللي في المنجلة ده اللي جنب الإبر ده مهم جدا، ده نرجع ننزلها في مكان الرش. بس كده خلاص الرش اتلضم. احنا بنسيبها كده، هي بتلضم تشتغل لوحدها اوتوماتيك مع المكنه. وده كده الوقت معانا، ده شكل مكنه شريط الشمعدان بالفولدر. وده كده مسار الشريط اهو. بنرفع الدواس طبعا كده ونعديه من تحت الدواس، وهيطلع لنا بالشكل ده كده في الاخر. ده لو احنا عايزين نشتغل رش. لو مش عايزين بنشيل فتله الرش دي، وبيبقى ابرتين عادي اللي هو الشغل الداخلي او الحاجات دي. في النهاية هتطلع بالشكل ده. ده بيستخدم بقى في الدخل الرجالي، في ممكن الكولا بتاع التيشيرت، الحمالات، اي حاجة زي كده. بنستخدم المكنة اللي هي على الوضع ده اللي هو وضع الشريط. الوضع التاني بقى تاني الديل او كده، احنا بنستخدم بقى الطقم التاني اللي احنا هنبدله دلوقتي، ونشوفه ازاي بيتبدل وازاي بنشتغل عليه. وده دلوقتي الطقم اللي هو العادي اللي احنا هنقلبه، اللي بنستخدمه في تاني الديل او في تاني الكم
او بنستخدمه في شغل الفعص، بنضيف عليه مسطره وتبقى بتاعه الفعص اللي هي وليكن دي بنضيفها عليه، بيبقى كده طقم الفعص. فده القطع اللي احنا بنحتاجها عشان نقلب المكنه من شريط لعاده. والوقت هنبدا تغيير الطقم، وهنبدا بالقطع اللي هتفك واللي هيركب مكانها. اول حاجه هتفك هنفك دي كده بالشكل ده. الجزء ده مكانه كده. الباب ده بقى باب عادي خالص من غير ان انا احتاج افك الباب كله واركب باب جديد. دول بالشكل ده كده، وندخل المفك من هنا كده. الباب اتغير. نخش على المرحلة التانية اللي هي تغيير الدواس بالسنان بالوش. وهنرفع ونسقط الدواس كده. ده الدواس اللي هو الفرق بين الدواس العادة والدواس الشريط. ده دواس عادة وده دواس الشريط. وهنفك الوش، المسمار التاني، ده وش الشريط، ده الوش العادي. ونبدأ بفك السنان. ونبدأ بفك السنان الأمامية، بعد كده السنان الخلفية بالشكل ده. نبدأ نركب بقى السنان العادية خالص. دي الخلفية ودي الأمامية، باينة من الشكل بتاعهم اهو. ناخد الخلفية الأول، تحط في المكان الخلفية التانية، تعملها كده بإيدك. السنان الأمامية بنفس الطريقة. واحنا بنركب الوش هنخلي بالنا من حاجة. الوش وهو ثابت كده، السنان دي ما ينفعش تبقى عالية قوي كده على الوش والإبر فوق على الآخر، ولا تنفع تبقى واطية قوي. المستوى الطبيعي بتاعها كده يا دوب من حوالي ملي ونص كده مثلا. كده مظبوطة ارتفاعها، ده كده مش مظبوط. احنا هنحتاج نظبط دي زي دي. ده المستوى الطبيعي للسنان في أعلى نقطة للإبرة. وبعد كده بنجيب الدواس العادة، نتأكد ان هو نزل للآخر، ونتأكد ان الإبر ما بتحكش فيه. يعني وهي نازلة كده ما بتحكش في أي حاجة فيه، ماشي، عشان الإبر لو هي نازلة ما تتكسر. ونرجع نربطه بالشكل ده. احنا قلبنا المكنة من شريط لعادة، وده شكل المكنة. وهنا الوقت كده بنشتغل كم زي كم أو ديل، بنشتغل بالطريقة دي كده. لو محتاجين نظبط العرض ده بالظبط ممكن نستخدم المسطرة دي. المسطرة دي بتركب هنا بالشكل ده كده عشان نقدر نتحكم في العرض ده، نبدأ نكبر أو نصغر العرض. لو هنعمل في شغل فعص على الأوفر أو كده، بنركب المسطرة دي بالشكل ده كده على الدليل، ونبدأ نربطها. ونجيب الشغل اللي هو فيه فعص مكان الأوفر، بنفتح الأوفر كده بالشكل ده ونلبسه في المكنة، بس بتبقى معمولة أوفر طبعا. وبندخل الأوفر في قلب المجرة دي، وبنشتغل بالوضع ده كده. ودي المرحلة الثالثة دي أو الوظيفة الثالثة للمكنة دي. معانا شريط، معانا تركيب الكم، معانا الفعص، مرحلة فعص الأوفر بس.